وازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل لوك حلو جدا، لوك جريء. وهنعمل كمان ايلاينر في العيون السفليه. تابعوني بقى لحد الاخر علشان تعرفوا الخطوات. متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لي كومنت حلو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. احنا بننضف البشره من اي بواقي ميك اب لانها كانت حاطه ميك اب، فهننضف البشره بالميك اب ريموفر بتاع كاريت. كنت قلت لكم عنه الفيديو اللي فات، هو كويس بس بصوا بيعمل رغاوي ازاي من عند الشفايف وانا بنضف الليب جلاس. ده عيبه ان هو بيقعد يرغي كده، فيمكن ده الحاجه الوحيده اللي مش عجباني فيه، لكن بيشيل كويس. اتاكد بقى ان انا نضفت البشره كويس، وبعد كده هجيب التونر بتاعي وهبتدي اللي انا انضف بيه. التونر بتاعي ده من نيفيا، وهبتدي اللي انا انضف البشره كويس من اي اتربه، من اي برضو بواقي ميك اب. برضو اتاكد ان البشره تكون نظيفه معايا قبل ما ابتدي الخطوات بتاعتي. كنت كلمتكم المرة اللي فاتت على المرطب بتاع لوريال، هو حلو جدا بس يعني فيه معطر جامد للبنات اللي بشرتها حساسة او بتتحسس من اي روايح يعني نفاذة شوية. هو ليه ريحة معطر كده جامدة شوية فممكن يضايقك، لكن كترطيب هو ميزته ان هو خفيف كمان على البشرة الدهنية، وهي بشرتها دهنية. فكنت عايزة لها مرطب ان هو يكون مش تقيل قوي، اللي هو ينشف معايا بسرعة. هبتدي ان انا اوزع المرطب كويس على البشرة كلها. طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان كل بشرة ليها نوع مرطب، ليها نوع فاونديشن، ليها نوع برايمر. مش كل البشرات طبعا زي بعض، ودي حاجة احنا كلنا اكيد عارفينها وفاهمينها كويس قوي. فهي بشرتها دهنية، فكل اللي انا هستخدمه معاها النهاردة بيخص البشرة الدهنية. هوزع المرطب كويس جدا، واتأكد ان البشرة اتشربته وكل حاجة مترطبة كويس قبل ما ابدأ في الخطوة التانية. احنا النهاردة هنمشي الخطوات واحدة واحدة مع بعض علشان نتعلم كل حاجة مع بعض. هجيب بقى البرايمر بتاعي ده بتاع ميك اب فور ايفر ستيب 1، اللي هو اللون اللي هو الفضي ده. دون بيلعب شوية على التعرج او الدهون، يعني بيعمل كنترول شوية للدهون او التعرج للبنات اللي بشرتها بتعرق، او البنات اللي بشرتها بتفرز مثلا مية، او بتدي لمعة كده للفاونديشن. لا، فدون بيعمل كنترول شوية، بيخلي الفاونديشن بتاعك او مظهر الميك اب بتاعك مط، مفهوش اي لمعين. فده كويس قوي للبشره الدهنيه. بضغط كده من المسام من تحت لفوق علشان اتاكد ان انا وزعت البرايمر بتاعي كله ودخلته في المسام كويس قوي. وابتدي بقى اللي انا اوزع البرايمر بتاعي في كل مناطق هي كانت قايله لي عليها ان هي بتفرز ميه او عرق، فهتاكد ان انا وزعت البرايمر بتاعي في كل الاماكن اللي هي بتشتكي منها. وانصحك البرايمر ده بالذات لانه دمجه بيبقى تقيل شويه، لانه هو مط قوي، ادمجيه بسرعه وهي البشره مبلوله من المرطب. يعني حطيه اول لما تحطي المرطب وتدمجيه، حطيه بسرعه قبل ما البشره تنشف، ده هيسهل معاكي الدمج عشان هو مط قوي. ثبتنا طبعا الحواجب بالصابونه اللي انا بستخدمها معاكم كل مره. نضفناها الاول بقطنه تكون ناشفه من اي بواقي مرطب او حاجه جت عليها علشان الواكس يثبت فيها. وبعد كده هجيب الباليت بتاعت فوريفر 52، وهجيب اللون اللي هو الاورنج دون بفرشة كابوكي صغيرة، وهبتدي اللي انا اعمل كنسلة للهالات اللي عندها في البشرة. اي مكان حبوب مثلا عمل تصبغ، اي مكان للتصبغ هبتدي اللي انا احط فيه اللي هو اللون الاورنج ده. وطبعا لون الاورنج بتاعي بيعتمد على درجة لون الهالة او التصبغ اللي في البشرة. يعني لو الهالات عندي لونها غامق قوي قوي قوي، فانا هغمق من درجة اللون الاورنج بتاعي. كل ما بتفتح كل ما درجة الاورنج بتاعي بتفتح لما فوق بقى لحد البيجات الغامقة. فمش اي درجة لون تصبغ هحط لها نفس درجة اللون الاورنج بتاعي اللي انا بحطه بتاع الهالات. وهبتدي بقى اوزع اللون الاورنج بتاعي في المناطق اللي هي مش نفس درجة البشرة. اي بقى مكان حباية عاملة تصبغ، اي بقعة، هبتدي اللي انا اوزعه كويس قوي قبل ما ابتدي اروح للخطوة التانية.
وطبعا علشان الفاونديشن والكونسيلر ما يتحولوش معايا اللون روز او لون مقرنر شويه، هبتدي بقى ان انا اعمل كنسله للون الاورنج اللي انا حطيته في الاول بلون يكون افتح شويه قبل ما انا افرد الفاونديشن بتاعي، علشان ما يتحولش معايا اللون روز او لون بينك او يتحول معايا لاي لون تاني مش اللون الصح بتاعه، يعني مش اللون بتاع الفاونديشن الاساسي. هبتدي ان انا اعمل كنسله للاورنج اللي انا حطيته اللي هو الكوريكتور، هبتدي ان انا اعمله كنسله بدرجه بيج شويه قبل ما افرد الفاونديشن بتاعي. احنا عشان عملنا الميك اب ده للتصوير ومسحناه تاني، فكنت بحط عادي من البالت دي، لكن انت لو هتعملي العروسه او هتعملي لنفسك ما انصحكيش ان انت تجيبي من البالت دي تحت العين، لانه تقيل فهيخلي تحت العين معاكي خطط. فاهمه قصدي؟ البالت الكريم اللي جواها دون او الكاموفلاج اللي جواها دون ده للبشره بس، لكن ما انصحكيش ان انت تجيبيه تحت العين لانه هيعمل معاكي خطوط، لما تيجي تحطي الكونسيلر هتبان معاكي الخطوط لانه تقيل. احنا كنا بنعمله بس عادي لان احنا كنا بنعمل الميك اب ده توتوريال وهنمسحه تاني. وبعد كده ببتدي بقى اشيل اي زيادة بالبيوتي بلندر بتاعتي واتأكد ان كل حاجة مدموجة كويس قبل ما ابتدي اروح للخطوة التانية. طبعا احنا في الصيف فحاولي على قد ما تقدري تقللي كميات، انا زي ما بقولك الفيديو ده انا عاملاه توتوريال تعليم، لكن انت في الصيف هتعملي لنفسك او هتعملي لحد او انت مثلا تشتغلي ميك اب، حاولي ان انت تقللي كميات، ما تحاوليش تحطي الكميات الكتيره دي علشان ثبات الميك اب يكون معاكي احسن، وعلشان الحر اللي احنا فيه كمان لو البشره دهنيه فانصحك ان انت تقللي كميات زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. وبعد كده هرجع للبيوتي بلندر بتاعتي واتاكد ان انا ظبطت الدنيا كويس قوي، وانزل تحت من عند الرقبه كده شويه علشان ما يبقاش فيه فاصل كبير بين البشره والرقبه. طبعا لو هي هتلبس فستان مفتوح من عند الرقبه حاولي تنزلي لاخر الرقبه كده بشويه علشان ما يبقاش فيه فرق كبير بين الرقبه والجسم. بعد كده هجيب الفاونديشن بتاعي ده هدى بيوتي، طبعا هو مخصص للبشره الدهنيه، واجيب كميه صغيره وبالفرشه الكابوكي بتاعتي هبتدي اعمله بلند. اللون هيغمق معايا، مش هيبقى كده، هو شويه كده وهيغمق، مش هيبقى فاتح كده. طبعا ممكن بقى تمكسيه لو انتي هتعملي برضو مش هتمسحيه على طول، هتعملي وهتقعدي بيه في فرح مثلا او هتحضري بيه مناسبه او هتعملي لحد، فانصحك ان انتي تمكسيه مع حاجه تكون يعني سايله شويه بحيث يسهل معاكي عمليه الدمج ويدي للبشره نضاره ويديها جلوي اكتر. ممكن تمكسيه مع فتمي لو عندك فتمي مش بيأثر على الفورميلا بتاعه الفاونديشن. ممكن لو عندك نارس درجه برشلونه حلوه جدا وبتليق مع معظم البشرات. وهرجع بقى طبعا للبيوتي بلندر بتاعتي واتاكد ان مفيش اي زيادات في البشره، وكل منطقه في البشره واخده حقها كويس قوي في الدمج في الفاونديشن. الخطوه اللي بعدها هبتدي بقى اجيب الباليت بتاعه فوريفر 52 وهجيب درجه البني الغامقه دي. انا حابه ان انا اطول وشها شويه، يعني ارفع وشها شويه لتحت يكون طويل مثلا، فهجيب الدرجة الغامقة بتاعة البني دي وهبتدي اللي انا اخدها من عند منبت الشعر وهنزل بيها شوية لتحت. ما تخافوش هي باينه لكم ليا غامقة اوفر، بس لما يندمج هيبقى شكله حلو جدا. بالطريقة دي من عند منبت الشعر وهبتدي اللي انا اخده لتحت شوية كده من عند الدقن
وبعدين هعمل برضو للجبهة، بس مش هستخدم الدرجة الغامقة دي، هستخدم درجة البني الافتح شوية. زي ما قلت لكم قبل كده، لما يجي حد يبصلنا اول حاجة بيشوفها، لما يجي حد يقف قدام وشنا بالظبط اول حاجة بيبقى شايفها ايه؟ العينين طبعا، والحواجب والانف والشفايف والجبهة، ده اللي بيبقى ظاهر لما بيبقى حد واقف في وشنا. فما ينفعش يبقى حد واقف وباصص لنا وتكون الجبهة عندنا او الانف غامقين قوي وباينين ان هما فيهم حاجة فيك. يعني بجيب الدرجات الفاتحة من البني وبعمل بيها الأنف وبعمل بيها الجبهة وبحدد بيها الشفايف. لكن ما ينفعش استخدم الدرجات البني اللي هي بتكون شوكليت قوي او غامقة قوي على الأنف او الشفايف او الجبهة، هيبان اللي فيه حاجة معمولة فيك في البشرة. ابتدي اعمل الأنف. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب ادخل من عند الأنف كده من فوق شوية من عند العين، بحب ادخل الكونتور شويه من تحت الحاجب كده علشان لما اعمل له بلند يبان اللي هو شكله طبيعي، ما يبقاش خط عمودي كده من اول الحاجب لحد اخر الانف. ده بيدي طول اكتر كمان للانف وبيبقى شكله فيك. هي هنا عماله تقول لي اعملي لي شفايفي وعماله تعمل كده ببقها علشان اعملها الشفايف. هبتدي اعمل الدقن. برضو الدقن مش هعمله بلون غامق قوي كده. ولو حسيتي ان اللون غامق معاكي قوي، اللي هو البني الغامق اللي احنا حطيناه في الخدود، لو حسيتيه ان هو غامق معاكي قوي عادي جدا، انت ممكن تفتحيه برضو بالدرجات الفاتحه اللي في نفس البلد. ما تقلقيش، يعني كل ما انت لسه ما ثبتيش بالبودر او باللوز بودر انت في امان، ممكن تصلحي اي حاجه معاكي. برضو بالبني الفاتح هبتدي بقى اللي انا احدد الشفايف بتاعتي. وبعد كده هجيب باليت الروج بتاع جي كات وهبتدي ان انا احط البلاش الكريمي، وارش رشتين من الفيكس بتاع افرة علشان حسيت ان الدنيا معايا بقت مط قوي وناشفه، وعايزه اسهل الدمج شويه بتاع الكونتور. فانت ممكن تعملي كده عادي، ما تخافيش، ترش اي فيكس عندك يكون ووتر شويه وسايل، يعني ما يكونش بخاخ اللي هو زي السيتنج، لا انا قصدي على اللي هو بيكون عامل زي الميه، زي افرة، زي ماك، زي لاجير، اي حاجه عندك تكون ووتر شويه، فيكس مش سيتنج. وتبتدي ان انت ترشيها رشتين وتهويها شويه وبعد كده تدمجي. الخطوه دي بقى منصحش اي بنوته لسه مبتدئه في الميك اب انها تعملها، لان هي هتلخبط الدنيا خالص. اعملي كل حاجه لوحدها زي ما بعمل معاكم كل فيديو، لكن الخطوه دي بتبقى اصعب شويه من ناحيه الدمج علشان ما تبوظيش الدنيا وتلاقي البشره معاكي غمقت ومفيش بلاشر ومفيش كونتور محدد، هتلاقي البشره معاكي كلها غامقه. الخطوه دي بنعملها ازاي؟ بنجيب فرشه كابوكي تكون مايله شويه، والجزء اللي تحت بيبقى على خط الكونتور والجزء اللي فوق من الفرشه بيبقى على البلاش، ونبتدي اللي احنا ندمج كويس اوي. تبتدي اللي انت تدمجي كويس جدا. الجزء اللي تحت زي ما قلتلك بيبقى على الكونتور على اللون الغامق، والجزء اللي فوق من الفرشه بيبقى على اللون الفاتح. كمان ممكن نعمل الهايلايت كمان، يبقى الهايلايت والبلاش والكونتور وكله مع بعض وندمجه.
بس انا حبيت اعمل الخطوتين دول مع بعض. لسه طبعا هظبط الكونتور اكتر من كده، بس انا كنت بوريكي في الاول احنا بندمج ازاي الحاجتين مع بعض. بعد ما دمجنا بقى الكونتور بتاعنا، هنجيب فرشة تكون صغيرة وهبتدي اللي انا ادمج الكونتور بتاع الانف. زي ما قلتلك انا بحب الحتة اللي فوق دي ادخلها شوية من عند العين عشان تبان اللي هي طبيعية اكتر، بيبقى شكلها حلو جدا. جه بقى وقت الهايلايت او الكونسيلر. هستخدم الكونسيلر بتاع لوريال دي درجة 226. حبيت اللي انا انور تحت العين. هبتدي بقى اللي انا احط الكونسيلر بتاعي تحت العين. ما تاخديش من الابليكيتور دايركت تحت العين، بيبقى فيها كمية كبيرة قوي من الكونسيلر. يعني لما بتفكيها وتطلعيها من الكونسيلر ذات نفسه، بتبقى الابليكيتور بتاعته مليانة كونسيلر. فبقي حاولي ان انت تنضفيها شوية كده، يتخففي الكونسيلر بتاعها شوية او تقللي كميته شوية، وبعد كده تروحي رايحة حاطة تحت العين عادي جدا. هبتدي بقى احط الكونسيلر بتاعي في الاماكن اللي انا عايزة اعمل لها اضاءة، وبعد كده هدمجه بالبيوتي بلندر. حاولي تسرعي ايديكي شوية علشان الكونسيلر بتاع لوريال بينشف، يعني بينشف بسرعة. فحاولي ان انت تدمجيه بسرعة جدا قبل ما ينشف معاكي، لان في ناس كتير قوي بتشتكي ان فاونديشن لوريال وحش وبيصعب في الدمج، بيعمل خطوط عشان انت بتكتري في الكمية بتاعته، لان هو تقيل. فاي حاجة تقيلة هتكتري في كميتها مش هتديكي احسن نتيجة تبقي انت راضية عنها. فحاولي ان انتي تقللي في الكمية بتاعته شوية، لكن هو ككفرج حلو جدا على فكرة، انا بحبه. نفس الفرشة بتاعتي الصغيرة هبتدي ان انا اعمل بلند للكونتور اللي احنا عملناه الكريمي للشفايف. وطبعا اي زيادة بنزل بيها على الشفايف، ما بطلعش فيها فوق على الفاونديشن. فاي زيادة حسيتها بنزل بيها على الشفايف على طول. كانت حابة شكلها قوي. هنا هنعمل برضو هايلايت لفوق الشفايف ومن عند الدقن، علشان زي ما قلت لكم انا عايزة اطول وشها شوية، يعني عايزة اسحبه كده شوية اطوله. فحبيت اللي انا انور منطقة الدقن عشان يديني طول شوية، واعلى الشفايف علشان يدي شكل حلو وتنويرة فوق الليب جلاس او الروج اللي احنا هنحطه. ثبتنا البشرة باللوز باودر كيرولان تي ال 11 زي ما ثبتها معاكم كتير قبل كده. بعد كده هجيب الكومباكت باودر بتاعت نوت دي درجة 04، وبفرشة تكون فلافي هبتدي اللي انا اضيع بقى اي اثار لوز باودر في البشرة بتاعتي. انا بحب كيرولان تي ال 11 جدا، يعني حتى هتلاقوني بستخدمها في كل فيديو. لو عايزين تنوير اكتر بقى ممكن تستخدموا تي ال 3 او تي ال 2. هنا هراجع بقى على البلاش الكريمي اللي انا عملته بالبلاش الباودر بتاع تكنيك. هاخد درجة تكون روز شوية، طبعا انتوا عارفين ان انا ما بحبش اكتر البلاش. يعني لو حد بيتفرج عليا من اللي بيتفرج عليا دايما في الفيديوهات عارف ان انا ما بحبش احط بلاش كتير. ما بحبش يبقى فيه بوكسات في البشرة بصراحة. يعني بحب البلاش يكون ناعم كده وشكله حلو كده ورقيق. هتقل على البلاش الكريم اللي احنا حطيناه في الاول خالص عشان يتبرز معايا. وما بحبش احط بصراحة في الانف ولا في الدقن كميات زي ما بشوف، يعني بعتمد اكتر على الخدود. هجيب البرونزر بتاعي من الفورميلا باتر برونزر، وبفرشة تكون مايلة شوية وفلافي.
وهبتدي برضو اللي انا اراجع على المناطق كلها اللي انا عملت فيها كونتور، هبتدي اراجع عليها بالبرونزر كويس عشان تتبرز اكتر. ارش بقى رشتين من الفيكس بتاع أفرة علشان يهديلي شوية البشرة من البودر اللي احنا حطيناها وتبقى شكلها ناعمة وفريش. هجيب بقى الحواجب بتاعتي وبالفرشة واسرحها كويس قوي. وهستخدم النهاردة الجل اي برو بتاع لاجيرل، دي درجة سوفت براون، وبالفرشة وابتدي ان انا احط على ايدي، وبعد كده احدد الحواجب على مهلك خالص. وخدي وقتك وخدي راحتك، تبقى اعصابك كده رايقة وهادية وانتي بتعملي الحواجب، لان انتي عاملة البشرة فمش عايزين اي لخبطة واي كلكعة، عايزين الدنيا تطلع معانا كويسة ونضيفة. ولو خايفة ان ايدك تبقى على بشرتها ممكن تلبسي باف كده في ايدك زي ما انا عاملة، وتشتغلي براحتك عادي جدا، ما تخافيش. ومادام انت مثبته البشره كويس والبشره لسه مش ملزقه، مثبتها كويس باللوز باودر وبالكومباكت باودر، فما تقلقيش. لكن لو ايدك طبعت في بشرتها كده اتاكدي ان انت مش عامله البشره مثبتاها، والبشره محتاجه ان هي تتثبت تاني. هبتدي بقى اعمل الحواجب بتاعتي. هي حواجبها محتاجه ان هي تترسم، يعني هي حواجبها فيها شعر بس فيها في نفس الوقت فراغات، ومحتاجه ان هي تتظبط شويه. وبعدين بعد ما خلصنا الحاجب وتأكدنا ان احنا ملينا الفراغات كويس قوي، هجيب الفرشة بتاعتي واحطها على الطرف بالظبط بتاع الفرشة واطلع بيه لفوق. بصوا هيرسم شعراية ازاي بطرف الفرشة، وكل مرة اعيد تاني اللي انا املاها وامسحها كويس جدا من الجنبين، واعيد على الشعراية تاني. بعد كده ارجع املاها وامسحها كويس من الجنبين وارسم الشعراية اللي بعديها. بصوا انا كده برسم شعرة شعرة من قدام، هيبقى شكلها حلو جدا. ولو الشعر حسيتوه ان هو طول معاكوا قوي عادي ممكن تصلحيه بالكومباكت. يعني بصوا في شعرايه طولت مني اهي في الاخر قوي، هصلحها عادي بالكومباكت مفيش مشكله. والشعرايه اللي تحت لو نزلت مني لتحت او حاجه، انا كده كده هنضف تحت الحاجب بالكونسيلر فهيتظبط معايا ويبقى شكله حلو جدا. بصوا الحاجب اتظبط، الحاجب دون كان مش مظبوط خالص من تحت، بصوا بقى شكله حلو ازاي واتظبط واترفع لفوق بعد ما اترسم. بعد كده بالفرشة الكابوكي بتاعتي الزغنطوطة خالص هبتدي ان انا انضف الكونسيلر بتاعي تحت الحاجب كويس جدا. هنا كنت عملت العين دي وهشتغل بقى معاكم في العين التانية. هجيب فرشة صغيرة خالص، ويا سلام لو عندكم مقاس اصغر من اللي انا بستخدمها دي كمان هتبقى احلى واحلى بكتير. وهحدد الاير كورنر بتاع العين باللون البنفسجي الغامق. هو باين لكم اللي هو فاتح شوية بس هو في الحقيقي كان اغمق من كده. وهبتدي اللي انا ابلند الخط البنفسجي اللي انا عملته ده في مكانه، مش هنزل خالص على الجفن المتحرك، انا عايزة اعمل من الكورنر بتاع العين بس كده. بعد ما وزعته وبفرشة فلافي شوية هبتدي اللي انا اموهه. كل الفرش اللي انا بستخدمها حاولي ان انت تنقي اصغر مقاس علشان انت بتشتغلي في منطقة ضيقة ومنطقة دقيقة، فحاولي ان انت تستخدمي اصغر فرش موجودة عندك لما تخشي جوه العين كده. تستخدميش فرش كبيرة علشان هتبهدل معاكي الدنيا ومش هينفع. هبتدي اللي انا ادمج كويس وهاخد اللون البنفسجي الافتح، وهبتدي اللي انا ادرج اللون بتاعي الغامق اللي انا حطيته بالبنفسجي اللي هو الافتح شوية في مكاني. هبتدي اللي انا اموه اللونين اللي انا حطيتهم، البنفسجي الغامق اللي انا حطيته في الاول بالفرشة الصغيرة،
وبعد كده البنفسجي الافتح شويه. لما بحس ان اللون بتاعي بيتقل، يبقى معاكي منديل او يبقى معاكي باف احتياطي او يبقى معاكي اي حاجه او حتى في ايدك مش مشكله، بس المهم ان انت تخففي شويه اللون. وبفرشه عريضه بتاعه الايلاينر اللي هي العريضه دي المضغوطه، وابتدي اعمل باللون البنفسجي الغامق اللي اشتغلنا بيه الاول خالص ايلاينر. ابتدي اللي انا اعمل ايلاينر كده بالفرشه اللي بتكون مايله كده ومضغوطه زي فرشه الايلاينر بس تخينه، وهبتدي اللي انا اخد اللون البنفسجي الغامق واعمل بيه ايلاينر. وبفرشة بلاستيك تكون رفيعة قوي هجيب الكونسيلر بتاعي وابتدي اللي انا انضف اللون اللي انا حطيته في الاول، انضف الحروف بتاعته كويس قوي علشان يبقى نضيف وشكله حلو. ابتدي اللي انا انضف اللون كويس قوي وعلى مهلك خالص في الخطوة دي، وما تستعجليش، خدي راحتك على الاخر وما تمليش الفرشة كونسيلر كتير. حاولي على قد ما انت تقدري تاخدي كمية قليلة جدا، لو عايزة تقلي تاني ماشي تقلي، بس ما تاخديش دايركت بكمية كبيرة قوي قوي في الفرشة علشان ما تكلكعش معاكي ويبقى اوفر كونسيلر فوق العين. وبصباعك او بفرشه تكون صغيره حاولي ان انتي تموهي شويه الكونسيلر قبل ما تحطي عليه اللون البيج اللي انا هحطه، علشان لو فوق العين خطط معاكي مطرح الكونسيلر ما تحطيش عليه البودر على طول عشان الخطوط معاكي ما تثبتش. ويا سلام بقى لو من عند الحاجب كده من فوق رفعت لها عينيها شويه وتحطي البودر او الشادو البودر على الكونسيلر، ده هيساعدك اكتر ان الخطوط ما تتبرس مع البودر، يعني الخطوط ما تتثبتش مع البودر. هترفعي الجفن بتاع العين بحيث ان العين تكون مشدودة، تثبتي على طول بالبودر وبعد كده خلاص تشيلي ايديكي من فوق الحاجب عادي جدا. فاهمين قصدي؟ وبفرشة تكون صغيرة هبتدي بقى ان انا ابلند الخط اللي احنا عملناه في الاول كويس قوي، وهقعد ابلند فيه كتير علشان ما يبقاش محطوط كده وخلاص بطريقة عشوائية، لا انا عايزة ابينه اللي هو ناعم ومدموج كويس قوي بفرشة تكون صغيرة. وبعدين هرجع للخط اللي من نهاية العين اللي احنا عملناه ايلاينر، وبفرشة بنسل صغيرة هبتدي اللي انا اموه الخط اللي انا عملته ده كويس قوي عشان ما يبقاش محطوط كده، لا انا عايزة ان انا اموهه. تشدي العين كده شوية زي ما انا شداها وتدمجي الخط كويس قوي، تقعدي تدمجي فيه تدمجي لحد ما تلاقيه بقى ناعم معاكي ومدموج ومموه وشكله حلو. مش عايزة اسيبه خط كده وخلاص. هنا هحط لون بنفسجي فاتح شوية وهبتدي ان انا اموه الخط اللي انا عملته ده بنفس الفرشة بتاعتي. بصوا بقى شكله احلى ازاي وبينعم معايا اكتر ازاي عن الاول لما بيبقى خط عشوائي. هنا حسيت ان العين دي اتقل شوية من العين دي، فجبت اللون البنفسجي الغامق بتاعي بالفرشة اللي اشتغلنا فيها في الاول، وحبيت ان انا اغمق برضو بلون بنفسجي غامق شوية. وبالكومباكت باودر بتاعتي هبتدي بقى اللي انا انضف واسحب العين لفوق بالسبونج بتاعتي المثلثة، وهبتدي بقى اللي انا انضف الاطراف بتاعه الشادو بتاعي من النهاية علشان يديني سحبة للعين ويبقى نظيف.
وبعد كده هرجع للعين تاني من جوه بفرشة تكون فلافي شوية وصغيرة. هجيب اللون البني اللي هو الفاتح، وهبتدي اللي انا اعمل ظل للون بتاعي اللي انا حطيته في الاول اللي هو البنفسجي. هبتدي اللي انا اعمل له ظل باللون البني، وادمج ادمج ادمج، اخد راحتي جدا جدا في الدمج وما استعجلش خالص، علشان النهاية معايا يكون شكلها ناعم ويكون شكلها حلو، مفيش اي فواصل بين الالوان. هاخد راحتي خالص في الدمج. بصوا لما عملته باللون البني كمان ادى ظل وبقى شكله حلو. كمان احنا عشان مدخلين الكونتور لو تفتكروا في الاول للانف كده من جوه، فمع اللون البني اللي احنا حطيناه دون هيبقى شكله حلو قوي. هجيب اللي هو الجليتر بتاع كاركتر. حقيقي مش فاكره الدرجه دي ايه، بس هي درجه كده سيلفر على شامبين، يعني فيها درجات كتير قوي في بعض. وبفرشه فلافي صغنونه هبتدي اللي انا اوزع الجليتر بتاعي في المكان اللي احنا حطينا فيه اللون الفاتح او الكونسيلر، من غير اي جلو ولا اي حاجه. انا عايزاه بطريقه عشوائيه، يدي بس شكل، عشان ما يبقاش مط في مط كده، يدي شكل ناعم وشكل رقيق. ركبنا اللاش بتاعتنا. انا حبيت اللاش تكون يعني مفرغة وتكون كبيرة شوية علشان تدي جرأة اكتر للوك بتاعنا. لسه هنظبط. واللاينر بتاع انجلوت وبفرشة صغيرة خالص زي فرشة الحواجب كده، بس تكون صغيرة خالص. وهبتدي اللي انا احط لها جوه العين. ابقي ادي لنفسك او ادي للبنت اللي انت بتعمليها ميك اب راحتها انها ترتاح لو بتدمع. يعني ما تحاوليش ان انت تطولي قوي، لو هي بتدمع ابقي اديها راحتها انها ترتاح وتاخد نفسها كده وترتاح عشان ما تدمعش وتبوظ الدنيا. فابقي حطي شويه وريحيها شويه، يعني حطي شويه وخليها ترتاح شويه، علشان لو هي كمان عينيها حساسه ما تحمرش معاكي. وهبتدي بقى من الايلاينر من قدام، مش هاخده بقى دايركت على العين، لا انا هنزل بيه لتحت. يعني اجي كده من عند المدمع هنزل بيه لتحت، مش هوصله لاخر العين. بصوا هنزل بيه لتحت كده بطرف الفرشة، عشان طرف الفرشة هو اللي بيكون رفيع، فده هيساعد اكتر انه يبقى شكله من قدام نازل على رفيع مش نازل على تخين. هنا كانت خلاص هتدمع مني، فكنت بديها راحتها انها ترتاح. بصوا نزلته على رفيع ازاي. لو نزل منك على تخين هيبقى شكله فيك ويبقى شكله وحش جدا جدا. ومن تحت خط الرموش هسيب يعني مساحة كده فاضية، واخد الخط من تحت. فاهمين قصدي؟ يعني مش هخليه على خط الرموش اسود عادي زي التقليدي، لا انا هاجي من تحت خط الرموش، اسيب حتة فاضية شوية واجي من تحتيها اخد خط واخرج بيه لبره العين على رفيع برضو، كأننا عملنا ايلاينر من فوق العين بالظبط بس من تحت. الحركة دي طالعة ترندي، بشوفها كتير على الانستجرام وعلى التيك توك، فبيبقى شكلها حلو قوي. وبالجليتر اللي هو اللاينر دون هختار لون فاتح شوية، وهبتدي ان انا انور بيه المدمع بتاعي العين بتاعي علشان يبقى شكله حلو. وهنحط هايلايتر بتاع أفرة. حطينا طبعا ماسكارا فوق وتحت. شكله حلو جدا، اللوك ناعم قوي وكان شكله شيك قوي بصراحة. وعجبتني كمان الحركة بتاعت الايلاينر السفلي دي، حلوة قوي 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 قوي. ما تاخدوهاش من على خط الرموش لتحت، هيبان اللي هي شكلها مش حلوة، هتبقى عاملة زي الفراعنة. حاولوا ان انتوا تاخدوها من تحت خط الرموش وتسيبوا مكان فاضي شوية، وبعد كده تاخدوا الخط من تحتيه. فاهمين قصدي؟ علشان يبان اللي انتوا عاملين يعني لاينر تحت خط الرموش بشوية. لو عملتوها على خط الرموش بالظبط هيبان اللي انت واخده كحل عادي جدا ومخرجاه من بره العين. حددت الشفايف باي لون يكون على جري شويه او على بني فاتح شويه بودر. وهبتدي اللي انا انضفه بالكومباكت باودر بتاعتي، عشان لو حاجه خرجت مني، حاجه ما اتظبطتش مني، ابتدي اللي انا انضفه كويس او بالسبونج بتاعتي المثلثه وبالكومباكت، ونضفي الحروف كويس قوي. بصوا الفرق بين الحرف اللي مش متنضف والفرق بين الحرف المتنضف. فاهمين قصدي؟
وتنضفي. كان شكل الميك اب حلو جدا جدا جدا. بفرشه فلافي صغيره تحطيها في الكومباكت باودر، وتبتدي بقى اللي انت تنضفي الخط اللي انت عملتيه عشان ما يبقاش فيه خط كده كومباكت باين. تبتدي اللي انت تنضفي الخط بتاعك كويس قوي. وهجيب اللون اللي هو الاحمر ده شويه او احمر على روز، وهحطه في نص الشفايف بس، يعني هحطه في منتصف الشفايف بس. والبني اللي انا حطاه ده لون بودر من اي باليت عندك يكون بودر. وهبتدي اللي انا بلند اللون اللي انا عملته دون بفرشه صغيره او بايدك، طبعا احنا ايدينا نضيفه طبعا ومتعقمه، بنرشها بالكحول قبل ما نشتغل. ولو انت بتشتغلي يا سلام بقى لو تلبسي ماسك عشان ما يبقاش نفسك في وش البنت اللي انت بتعملي لها، مش هتبقى حاجه لطيفه. وتحطي الجلاس بتاع كيكو. والروعه بقى الروعه، كان لوك حلو جدا 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 جدا، وناعم وشكله حلو وجريء كمان وفيه شغل. اتمنى يكون اللوك عجبكم. تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو تحت في الكومنتات تشجعوني وتقولوا لي رأيكم ايه في اللوك بتاع النهارده. تنسوش كمان تسألوا على الباكج الزفاف والصوري والخطوبة، ابعتولي رسائل على الانستجرام وعلى الفيسبوك، انا برد عليكم بنفسي. بحبكم قد الدنيا دي كلها.